السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميرة من قناة اميرة في بيتي. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك عشان تنضمي للعيلة بتاعتي الصغيرة عشان نكبر مع بعض. النهاردة هنعمل القطايف المقرمشة من بره وطرية من جوه بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة جدا. نبدأ ونقول بسم الله. انا الاول هبدأ بالشربات عشان محتاجة الشربات يكون جاهز عندي ويكون بارد، فاحط كوبايتين سكر عليهم كوباية مية واحدة بس. شربات القطايف بيبقى تقيل مش بيبقى خفيف، فهنحط كوبايتين سكر عليهم كوباية مية واحدة. هنحط على كوباية المية وهنحط رشة فانيليا او باكو فانيليا صغير خالص، بيدي ريحة حلوة للشربات طبعا. احنا ممكن نقلب المكونات دي مع بعض او هي على البارد قبل ما نحطها على البوتاجاز. عشان لو اول ما نحطها على البوتاجاز ما ينفعش طبعا نقلبها بالمعلقة عشان خاطر مش يسكر معانا العسل. هعصر نص ليمونة، يبقى انا حطيت كوبايتين سكر وكوباية مية ورشة فانيليا ونص ليمونة. هنحطها على النار بقى. اول ما نحطها ما نقلبش بالمعلقة خالص عشان خاطر ما يسكرش معانا. اول ما يغلي خلاص بقى هنتأكد ان السكر داب. قلبي، مسموح ان احنا نقلب في المرحلة دي. نسيبها يغلي لمدة 5 دقايق عشان احنا عايزينه شربات تقيل شوية. نبدأ بقى بمكونات القطايف، عجينة القطايف بتاعتنا. هي سهلة وبسيطة. هحط كوبايتين دقيق بنفس الكوبايتين اللي انا معايرة بيهم المية، هما كوبايتين دقيق. هحط على كل كوباية معلقة خميرة صغيرة، يبقى انا كده هحط معلقتين صغيرين خميرة فورية، وهحط عليهم بردك معلقتين صغيرين سكر. يعني كل كوباية دقيق بتاخد معلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة سكر. وهحط رشة فانيليا، بردك الفانيليا اساسية، عامل اساسي معانا النهاردة، بتدي العجينة كده ريحة حلوة وطعم حلو بردك. ورشة ملح صغيرة بسيطة جدا. ونبدأ بقى نقلب المكونات الجافة مع بعضيها. ممكن طبعا نعمل كل المكونات دي، نحط المية ونحط عليها الدقيق وكل المكونات دي نحطها في الخلاط، هتبقى سهلة بردك معاكي. هنزل اول حاجه بكوبايه الميه دي زي ما قلت لكم ميه دافيه، فتره كده زي دمع العين، عشان ينشط معانا الخميره والعجينه تخمر معانا بسرعه ما تاخدش وقت. نزلت باول كوبايه دقيق واول كوبايه ميه وقلبت، وبعدين هبدا انزل بكوبايه الميه التانية حبه حبه حسب ما الدقيق ما ياخد معاكي. في دقيق بيقبل السوائل، بيمتص السوائل ويقعد يقبل الميه كل شويه، وفي دقيق لا. فاحنا عشان كده ما نزلناش بالكوبايتين مره واحده. احنا مش عايزين عجينة سمكها تقيل خالص ولا خفيف خالص زي المية ولا زي البانكيك، لا. احنا عايزينه يبقى سمكها يعني وسط كده شوية، يعني اتقل من الخفيف بحاجات بسيطة. نقلب بقى حلو جدا بالمضرب او بالشوكة حسب المتاح عندك. ننزل بقى، دي كان اخر حبة من كوباية المية التانية بتاعتنا، يبقى احنا كده حطينا كوبايتين مية على العجينة، وكانت العجينة عندنا كويسة جدا. انا اول ما لقيتها سبتها تخمر لقيتها تقلت معايا، فانا قلت لا، التقل ده انا مش عايزة التقل ده. كان الدقيق خلاص امتص برضك نسبة من السوائل، فانا حطيت لها بعد ما خمرت حطيت لها 4 معالق مية بس. بالظبط 4 معالق مية عشان اوصل للسمك ده. يعني شايفين التقل ده، الخفية دي كده، يعني نفس السمك ده انا محتاجاه. فلما خمرت ولقيتها تقلت حطيت لها 4 معالق ميه واستخدمتها، بقت كويسه جدا. بصوا العجينه دلوقتي ناجحه معايا جدا، عشان عملت لها خط في ظهر الكبشه او ظهر المعلقه، الخطين ما رجعوش تاني دخلوا على بعض. يبقى كده خلاص العجينه بتاعتي حلوه جدا. هبدا بقى اصفي العجينه بتاعتي بردك تحسبا عشان لو ما يبقاش فيه اي كلاكيع او اي حاجه في الدقيق من الدقيق. صفيها بقى في مصفى، في منخل، في اي حاجه متاحه عندي. لو انت اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس. خلاص صفيناها بقى، ده السمك اهو زي ما بوريهولكوا بردك. هنسيبها تخمر، نغطيها بكيس نايلون او بقماشة او بطبق، ونسيبها تخمر لمدة ساعة عشان لو الجو ساقعة. لو في الصيف هيبقى لمدة نص ساعة بس. خلاص خمرت معانا كده، وبصوا بدأت ترتفع وعملت فقاقيع على الوش. ده دليل ان العجينة بتاعتنا ناجحة وان الخميرة بردك نشطة وناجحة معانا. بصوا، فانا بقى اول ما جيت اقلبها كده
انا حسيتها ان هي تقيله يعني. بصوا ده مش التقل اللي انا مش السمك اللي انا عايزاه، انا عايزاها اخف من كده. حطيتها في الكوبايه اللي عندي دي، شفشق يبقى يبقى ليه بوز، عشان يبقى سهل معانا ان احنا نصب منه في الطاسه. ولما حطيتها في الشفشق زودتها 4 معالق ميه وقلبتها بس، ما سبتهاش بقى تخمر تاني، لا خلاص كده بس. وانا بزودها ميه ما صورتش المقطع ده. يبقى انا حطيت، لميتها تقلت شويه حطيت لها 4 معالق ميه بس وقلبتهم، وبدات استعملها. جبت طاسه كبيره تكون تيفال او سيراميك، تكون ما بيلزقش فيها الحاجه، واحطها على نار وسط. واول ما سخنت معايا حلو جدا هنزل بقى بالخليط بتاعي حبه حبه في الطاسه. بصوا نفسي ما بعمل كده، واحده واحده هنزل بحبه حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. عايزاها كبيره هتنزلي بكميه اكتر، عايزاها وسط بكميه اقل. في عصافير بقى كبيره اللي احنا ممكن نحشيها بقى لحمه مفرومه او جبن، والعصافير الصغيره والقطايف الصغيره او العصافير دي بتاعت المكسرات والعسل بقى، بتبقى مسكره. فانت هتعملي اللي انت عايزاه. اول ما احطها انا مش هقلبها زي ما متفقين، هي على نار وسط. هنسيبها لغايه لما الوش بتاعها يبدا يعمل فقاقيع كده. خلاص كده معناها ان هي بتستوي. بس النار الوسط بتاعتنا مش هتخليها تتحمر من تحت على طول ويبقى لسه فيها عجينه، لا هي هتستوي كده براحتها، تعمل فقاقيع. وشها اللي فوق ده هو فيه عجينه طبعا، بس هو هيبدا ينشف معاكي واحده واحده. اول ما تلاقي الوش نشف معاكي كده مفيش عجينه، يبقى هي خلاص من تحت استوت، خدت اللون الذهبي الحلو. بصوا ده اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. اكون مجهزه جنبي قماشه او فوطه نظيفه اطلع عليها القطايف عشان، واحطهم واحده جنب التانية مش فوق بعض عشان ما يلزقوش في بعض. عايزه تغطيها ماشي ممكن نغطيها، انا كنت مغطياها عشان مش عايزاها تنشف معانا من الهواء. بصوا تاخد اللون الذهبي الحلو واطلعها اهو. قبل ما نحط بقى الطاسه التانية انضف الطاسه بتاعتي حلو جدا عشان لما اجي احط العجينه المره الجايه ما هيبقاش فيها حاجه متحروقه معانا. بصوا بنضفها خلاص. لو ما عندكيش طاسه تيفال او سيراميك او كده، ممكن نجيب طاسه الالمونيا بتاعتنا العاديه نمسحها بمنديل بنقطه زيت واحده بس ونستخدمها عادي تبقى كويسه معانا. دي كانت القطفايه دي تخينه شويه نزل فيها عجينه كتير، فعشان كده خدت وقت قبل ما استوت معانا. بس الباقي كويس جدا، ناجحه وكويسه جدا العجينه معانا. بصوا بدات تعمل فقاقيع برضك، الخرام اللي على الوش دي خلاص كده معناها ان هي بتستوي معانا طبعا. بصوا اهو بوريه لكم برضك، بحاول اوريها لكم بكل الطرق. بصوا ده اللون الذهبي اللي احنا عايزينه من تحت. ما تغمقيش عن كده عشان لسه هنحمرها في الزيت، فيبقى تاخد اللون بتاعها الحلو من الزيت. خلاص بصوا سمك السائل بتاعنا عامل ازاي، سمك العجينه ما بقاش مش تقيل، لا حلو سمكه حلو. يعني مش خفيف قوي. بس ده اللون من تحت الذهبي، وهي استوت معانا من على الوش خلاص ما فيهاش عجينه، فشلنيها. لو انت اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك ولايك وفعلي زر الجرس. خلاص هنخلص بقى الكميه اللي عندنا كده براحتنا. وبصوا بوريها لكم، انا كنت بطلعها على قماشه ومغطياها كده وبس واحده جنب واحده. ولما بردت معايا كونتهم مع بعض كده في الطبق ده، تكون بردت وهديت. بصوا حلوه جدا اللون بتاعها اللي من تحت و... ومش لازقين في بعض. بصوا لا انا كنت مفرداهم بعيد عن بعض فمش هتلاقيهم لازقين في بعض، يعني مش هتعجن. دي كانت تخينه معايا، فبقول لكم دي اللي انا عملتها اول واحده كانت تخينه معايا، فعشان كده زود لها بس 4 معالق ميه. بصوا نقفلها بقى بايدينا. بصوا بتبقى حلوه جدا، بتلزق في بعض مش بتفك منك تاني. يعني معنى كده ان العجينه بتاعتنا ناجحه 100%. لو فكت معاكي بعد ما تلزقيها هتلاقيها فكت معاكي، يبقى كده مش العجينه مش كويسه يعني مش ناجحه. خلاص بصوا حجمها ولونها. هنركنها بقى ونجهز الحشو بتاعنا. انا جايبه سوداني كده مكسره حتت صغيره طحناه، يعني نص طحنه، ومعايا بلح بردك اللي هو العجوه الطري. حاطه على السوداني جوز هند وسكر، الحشو بتاعك اللي انت حباه. في ممكن عايز تحشيها لحمه مفرومه زي ما قلنا، عايز تحشيها جبنه موتزاريلا بقى وجبنه قريش،
مع زيتون. عايز تحشيها بقى مكسرات وسوداني وجوز هند، احشيها الحشو اللي انت عايزاه. نحط حبه كده حشو، يعني كميه كويسه، ونقفل عليها، نضغط بايدينا كده. اول ما تضغطي بايدك بصوابعك هتلاقيها لزقت في بعض، بس دوسي جامد عشان ما تفكش منك في الزيت. بصوا بوريكم بقى الاحجام بتاعتها، احنا عاملين كل الاحجام، حجم كبير وحجم صغير وحجم وسط. معلش النور بس بيعمل معانا، فمعلش حقكم عليا. خلاص حطيت بقى دي، عملتها بالبلح العجوة، حلوة جدا، انا بحبها بالبلح، فعشان كده جبت بلح جنبي وعملت بيها كام واحدة، بتبقى حلوة جدا ومفيدة طبعا. هنخلص بقى الكمية اللي عندنا كده ونحشيها بقى. عايزة تسيبيها فاضية والاخر لما تحمريها تحطيها فيها كريم جانتيه اللي انتي عايزاه. ادينا اهو كده، انا خلاص كنت حشيتها، جهزتها جنبي، وسبت كام واحده فاضيه كده، عملتهم زي القرطاس. بصوا عاملاها زي القرطاس كده، فيها ناحيه مفتوحه، عشان خاطر لما تتحمر بقى نبقى نحط فيها كريم جانتيه بقى بعد كده. والعسل جنبي اهو، كان تقل وبرد، كان جاهز. اهم حاجه نكون مجهزين العسل بتاعنا عشان نطلع من الزيت نحطه في العسل على طول. جبنا بقى الطاسه بتاعتنا يكون فيها حبه زيت كده حلوين، على نار برضك ما تبقاش عاليه قوي عشان ما تتحمرش معاكي بسرعه، لا على نار كده وسط. وجنبينا الحله بتاعت الشربات عشان نطلعها من الزيت تتحمر بقى كده، تاخد من الناحيتين لون ذهبي حلو، نطلعها من الزيت ننزلها على طول في الشربات. ماشي، انا كده هسيبها بقى تتحمر كده، تاخد اللون الذهبي بتاعها حلو كده. لو انت بقى وصلتي معايا لغايه هنا، متنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس، تكتبي لي تعليق حلو منك كده يشجعني ويقويني كده، يخليني ايه اقدر اكمل، يا رب ان شاء الله. خلاص بصوا بدأت تاخد اللون الذهبي الحلو بتاعنا. إيه بصوا الطريقة دي من غير بقى دقيق سميد ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا، لا. إيه احنا المرة الجاية ان شاء الله يعني قريب كده نعملها تاني بقى بالطريقة التانية، وساعتها اقول لكم انهي احسن، بالطريقة دي ولا بالطريقة، انا طبيعي على طول بعملها بالطريقة دي، مية وخميرة وخلو على طول. يعني بحس ان هي بتبقى اسهل، يعني ما تخلينيش ايه مكسله ان انا اعملها. يعني انت يعني لما تعمليها بدقيق سميد وبيكنج باودر، انت ممكن طبيعي ممكن ميبقاش عندك دقيق سميد في المطبخ، لكن الطبيعي اللي موجود عندنا على طول دقيق وخميره، دي سهله مكوناتها موجوده عندنا في المطبخ دايما. بس فعشان كده انا حبيت اعمل معاكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، ما تبقيش انت تكسلي تعمليها، لا، عندك الدقيق والخميره ما تكسليش قومي اعمليها، والكوبايتين دي هيطلعوا معاكي كميه حلوه من القطايف. خلاص اتحمرت معانا بقى وخدت اللون الذهبي، طلعتها على طول في يعني صفيتها من الزيت حلو، وحطيتها في الحله بتاعه الشربات، اقلبها في الشربات شويه، يعني عقبال ما اللي في الطاسه التاني يتحمر، اطلعها من الشربات عشان احط في الشربات اللي ايه اللي عليه الدور. اهو طلعت التاني وحطيته فيها، بطلعها من الشربات في مصفى، انا بحب بصوا بطلعها من الشربات كده، احطها في مصفى عشان احبها برضك تصفي العسل اللي فيها، عشان تفضل معانا مقرمشه كده وحلوه. خلاص خلصنا الكميه اللي عندنا وسبتها تتصفى، وادي دي بقى شكلها ولونها في النهايه، وهوريكم بقى اسمعكم صوت ايه القرمشه بتاعتها، التخبيط بتاعتها، هي حلوه جدا مقرمشه. انا عايزه اوريكم بقى واحده كبيره كده اوريها لكم برضك، انا مصممه ان انا اسمعكم. بصوا قلبها من جوه طريه ومن بره مقرمشه، يعني تاكليها كده بتبقى مقرمشه معاكي وحلوه جدا، مش توجع اسنانك ما تخافيش. حلوه جدا شكلها حلو. يلا بقى اعمليها وفرحي ولادك كده وحسي بجو رمضان كده، ولا تشتريها من بره ولا اي حاجه. لو انت اول مره تشوفيني بقى متنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.